السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة من وصفات مطبخ التوأم. كنتمنىكم أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبدا معكم الوصفة، بغيت نشكر الأخوات اللي سولوا فيا في الخاص وحتى اللي تلاقيت بهم برا. سول فيكم الخير والرباح. كانت غير واحد الفترة ديال الراحة ودابا رجعت لكم من جديد بواحد الوصفه اللي كيحمقوا عليها الكبار والصغار، الوصفه ديال لي طرونش او الباستيلي كيف ما كنسميوها حنا في الشمال. غادي نوجدوا معكم بواحد الطريقه جد مبسطه. وفري فلوسك ووجديه لوليداتك في دارك، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير. اذا بسم الله على بركه الله نمروا نشوفوا المقادير مع طريقه التحضير والمراحل اللي غادي نوجدوا به هاد لي طرونش. غادي نوجد معكم الجينواز. غادي نحتاج هنا 3 ديال البيضات، 90 غرام من السكر حبيبات يعني السنيده، 8 غرام من السكر فانيلا، 100 غرام من الدقيق الابيض اللي عندي مغربل من قبل، ورشه ديال الملحه. بالنسبه للمكونات كلهم غادي تلقاوهم من تحت في صندوق الوصف. في واحد الاناء غادي نكسر فيه 3 ديال البيضات، ضروري يكونوا بحراره الغرفه، يعني غادي نجبدوهم من الثلاجه ليله من قبل. غادي نضيفو هنا سكر فانيلا اللي تقدروا تعوضوه بالفانيلا السائله، وغادي نضيف السكر وغادي نضيف رشه ديال الملحه. غادي نطرب هاد المكونات كلهم بواحد الطراب الكهربائي، ضروري الطراب الكهربائي باش كينجح لينا هاد الجينواز. كنطربوه في الاول على ادنى يعني سرعه، ومن بعد كنبقى نزيدو شويه بشويه. كنخلطوه مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالو على الاقل 3 ديال المرات، وكيولي اللون ديالو كريمي وابيض. كنتوقف على الطراب، كنحيد الطراب الكهربائي، وهنا كنخدم غير الطراب اليدوي اولا سباتولا. كنضيف الدقيق بالتدريج وانا كنخدم اولا كنخلط هذا الخليط من التحت للفوق، يعني بشكل دائري باش ما كينزليش الخليط، لانه اذا نزل الخليط كيجي مدقس وكيجي معجن من داخل. هنا خديت واحد الصينيه القطر ديالها 35 سنتيم على 28 سنتيم. كندهنها بواحد شويه ديال الزبده غير باش يثبت لي عليها الورق الفرن. كنفرغ فيه الخليط ديال الجينواز وكنقادو مزيان بواحد سباتولا، يعني من الجناب من الوسط، وكنضرب واحد شويه فوق سطح العمل باش كنخرج منه ديك الفقاعات. في هذه اللحظه عندي الفران كيسخن على درجه حراره 200 درجه، يعني 190 حتى ل 200 درجه عندي كيسخن الفران من التحت ومن الفوق. وغادي ندخل الصينيه في الرف الوسط ونخليها طيب ما تفوتش 10 ديال الدقائق باش ما تجيش قاصحه وما تجيش يابسه. وغادي نخرج الصينيه من الفران وكنخليها في واحد الجهه على ما كناخذ واحد الورق د الفرن، كنرش عليه السكر الثقيل وكنقلب عليه الجينواز. يعني الوجه ديال الجينواز كيجي على السكر الثقيل. كيف ما كتلاحظوا الجينواز كيجي ناجح 100%. جربوه بعينكم مغمضين. هنا الجينواز غادي نقسموه على 3 ديال القطع، حيت غادي نخدم به 3 ديال الانواع ديال لي طرونش انتم غتشوفوا في الفيديو. وغادي نخليه جانبا. انا هنا خدمت 2 ديال الجينوازات بنفس المقادير، يعني 3 د البيضات و90 غرام السكر و100 غرام ديال الدقيق. نفس الشيء بالنسبه للجينواز الثاني، حتى هو قلبته على سكر ثقيل وغادي نقسموه على 3 ديال الاقسام اولا 3 ديال القطع، وغادي نخليهم جانبا باش نوجد الكريمه. خديت هنا 600 حتى 700 مليلتر من الكريمه السائله. انا عندي هولالا يعني فيها السكر. ضفت عليها واحد ملعقه كبيره من الجبن ديال الدهن الابيض غير باش كنكسر ديك الحلاوه اللي كتكون في هاد الكريمه هذه. غادي نطربها حتى تولي متماسكه بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ هاد الكريمه غادي نقسمها الى 3 ديال القطع. انا قسمت هنا تقريبا 4 ديال القطع، خليت واحد شويه للتزيين، واللي تبقى ليا قسمته على 3 ديال القطع باش نوضع فيهم او نزيد عليهم النكهات. بالنسبه للنكهه الاولى عندي ديال البيستاش، النكهه الثانيه عندي ديال الفراوله او الفريسه، والنكهه الثالثه عندي ديال الكراميل. غادي نخلطهم مزيان بالطراب غير شويه ماشي بزاف. وبالنسبه للنكهات الاخوات اللي كيسولوني عليهم، هادوك ديال القريعه ديال الزاج كنشريهم من هنا
من عند المحلات المغربيه اللي كيبيعوا المواد الغذائيه. وبالنسبه لهذيك ديال البلاستيك صغيره، هادو كنجيبهم معايا من المغرب، والاثمنه ديالهم جد مناسبه. غادي نعمر كل كريمه في البوش باش كتسهل عليا الخدمه. بالنسبه لهاد البوش هادو كنشريهم عند المحلات ديال الشينوا، والصراحه كيجوني عمليين. كيجيو فيهم تقريبا 50، وشي كيعملوا غير اورو شي حاجه، يعني كتخدمي بهم مره واحده وكترميهم بلا ما تبقاي تغسلي فيهم. كنعمر الكريمه في هاد البوش وكنخليهم جانبا. هنا غادي ناخذ الجينواز ديالي 3 ديال الاجزاء، وغادي نسقيهم بالسيرو. تقدروا تسقيهم غير بالحليب، كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للسيرو انا خديت هنا كاس ديال الماء مع نصف كاس من السكر، ملعقه صغيره ديال عصير الليمون، و4 غرام من السكر فانيلا. خلطتهم مزيان وضعتهم فوق النار يغلاو تقريبا شي 5 دقائق. نطفيو عليهم النار ونخليه حتى يبرد مزيان باش ما ينزليش الكريمه. هنا كناخذ النوع الاول ديال الكريمه، كنوضعو فوق الجينواز بهذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم كتسهل الخدمه بهذا البوش هذا، احسن من اللي كنعمروهم بالملعقه ولا بسباتولا، وكيجيو في نفس القياس. كنعمرهم كاملين وكنقدهم بسباتولا بهذه الطريقه هذه. انا متاكده بالنسبه للاخوات اللي غادي يجربوا هاد الطرونش، متاكده 100% غادي ينجحوا معاهم اذا تبعتوا من طبيعه الحال هاد المراحل وهاد الطريقه هذه اللي خدمت بها، وغادي تولي محترفه ديال لي طرونش. غير زعموا وجربوهم، ودائما ملي تبغيو تجربوا الوصفات جربوا واحد الكميه اللي تكون صغيره. يعني غادي تخدموا مثلا اليوم غادي تخدموا غير بواحد جينواز، وديك الجينواز قسموها على 4، واخا يخرجوكم ديك لي طرونش صغارين ماشي مشكل. المهم جربوهم، وعاد المره الجايه خدموا بواحد الكميه اللي كتكون كبيره. صافي هنا من بعد ما كنقاد الكريمه على الطبقه الاولى ديال الجينواز، كناخذ الطبقه الثانيه ديال الجينواز كنوضعها فوق الكريمه، وكندهنهم بالسيرو، كنعمرهم بالكريمه. دابا هاد الطبقه هذه ديال الكريمه ضروري خصنا نقادوا لها الوجه ديالها، حيت هذه هي الطبقه اللي غادي تكون من الفوق. غادي نقادوها بواحد سباتولا ولا بواحد الموس اللي كيكون كبير باش كيجينا في نفس القياس. وغادي نستمر بهذه الطريقه حتى نقاد ديك الكريمه مزيان. انا هنا جات قد الكريمه قد الجينواز، يعني ما شطتليش الكريمه اللي عندي بالنكهات، جات نيشان. من بعد ما كملت غادي ندخل هاد لي طرونش للمجمد. كنأكد للمجمد على الاقل 6 ديال الساعات. انا خليتهم ليله كامله حتى اليوم الموالي عاد كملت التزيين ديالهم. خديت هنا الناباج وغادي نسخنو واحد شويه، وغادي نقسمو على 3 ديال الزلايف حيت غادي نزيد لهم النكهات. غادي نزيد لهم نفس النكهات اللي وضعت في الكريمه ديال البيستاش وديال الفريسه وديال الكراميل باش كيجيوني في نفس المذاقات. وبالنسبه للنكهات كيبقى لكم الاختيار فيهم. تقدروا تنكهوا بالنكهه ديال الليمون او النكهه ديال البيستاش او النكهه ديال القهوه، كيبقى لكم الاختيار من طبيعه الحال في النكهات. كنخلطوا مزيان. من بعد كنفرغوهم فوق لي طرونش وكنقدوهم بسرعه، حيت لي طرونش عندي باردين يعني مجمدين، والناباج عندي دافي واحد شويه باش ما ينشف ليناش ولا ما يبس ليناش بسرعه. ضروري خصنا نقدوهم تكون يدينا خفيفه واحد شويه. في هذه اللحظه هذه غادي ندخلهم للثلاجه للمجمد باش يزيدوا يشدوا في راسهم. ملي نجي نقطعهم ما يعذبونيش في التقطاع. وملي نجيو نقطعوهم غادي ناخذوا واحد السكين، من الاحسن يكون ديال المنشار، يعني الموس ديال المنشار، وناخذوا واحد الكاس يكون فيه شويه ديال الماء سخون باش ندخلوا فيه هذا الموس هذا ونقطعوا به هاد لي طرونش هادو، غير باش ما كتخلطوليش طبقات ديال الكريمه مع الطبقات ديال الجينواز. وبالنسبه للحجم ديال لي طرونش يعني كل وحده كتقطعوهم على حسب الحجم اللي بغات. اذا بغيتو تقطعوهم لي ميني طرونش غادي تقطعوهم صغار،
اذا بغيتو في هذا الحجم هذا اللي وجدته معكم في الفيديو، فغادي تقطعوهم بهذه الطريقه هذه، يعني كيبقى لكم الاختيار على حسب الرغبه. وبالنسبه للتزيين غادي تزينوا يعني بالمتوفر، او لا اذا كنتوا غادي تخدموهم كطلبيه فغادي تزينوهم على حسب الطلب ديال الزبناء ديالكم. انا هنا بالنسبه ديال يعني ديال لي طرونش ديال الفراوله او الفريسه، وضعت بالبوش واحد على شكل وريده بالكريمه في الوسط، وزينتم بالفريسه ودهنتم بشويه ديال الناباج. وبالنسبه لهاد طرونش ديال بيستاج، فعملت واحد الوريده في واحد الجنب ورشيت عليهم، ورشيت في الوسط واحد شويه او القليل من اللوز اللي لونته بالنكهه ديال البيستاش باش كيبان لينا فحال مخدوم يعني بالبيستاش. وبالنسبه للطرونش ديال الكراميل، فانا يعني زينتهم غير بشويه ديال الكريمه، ما زيدت له حتى شي اضافه. كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر. اذا بغيتو تخليهم غير هكايا كيبقى لكم الاختيار، او لا تضيفوا عليهم خطوط من يعني من الشكلاط الابيض او الاسود، يعني تزيين كيبقى دائما على حسب المتوفر. صافي هنا كنقدموهم بالصحه والراحه. بالنسبه لداكشي اللي كيشيط لي من الجناب ديال الطرونش، فانا ما كنرميهمش، كنوضعهم اولا كنعملهم على شكل تحليه. غادي تشوفوهم هنا في واحد المقطع. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، كنتمنى ينال استحسانكم وتجربوهم لانهم فعلا كيستحقوا التجربه. غير زعموا عليهم راه كيجيو ساهلين، والحاجه الضاره ما تلقاوش فحالها. كتعرفوا شنو خدمتوا فيهم ويعني باش صايبتوهم، وكتنقصوا شويه من الحلاوه من طبيعه الحال. المهم كنتمنى اخواتي ينال الفيديو استحسانكم، وكنتمنى تبارطاجوا مع الاحباب والاصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. وما تنسونيش من صالح دعواتكم واحد اللايك، الله يجازيكم بخير، لان اللايكات ما كنتخلصوش عليهم. اللايكات كيساعدوا الفيديو باش كيطلع في البحث وكيشوفوه الناس اخرين وكيدخلوا عنا ويشوفوا القنوات ديالنا والمحتوى ديالنا. ومن هذا المنبر كنرحب بالاخوات الجدد او المشتركات الجدد اللي انضموا للقناه ديالنا، واللي اول مره كتشاهد القناه كنقول لك اختي مرحبا بك. كنتمنى يعجبك المحتوى ديال القناه ديالي وتشتركي فيها بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. وشكرا على حسن المتابعه والتتبع، وخليت لكم الراحه في امان الله. تهلاو ليا في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.